السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. يلا نصلي الأول على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويعمل بصمة، واتمنى دعم حساب القناة عشان القناة تستمر ان شاء الله، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. النهاردة انا عملت غلطة، ودي طبعا المفروض ما تعمليهاش زيي، انك تحطي الطيور كلها مع بعض. بس انا مشكلة عندي في المكان للأسف، اتزنقت في البط مع الفراخ، فندعي الله بقى انها تعدي سليمة بإذن الله. لان يعني في خطأ انك تحطي فراخ مع رومي مع بط. لا، ده غير يعني ده غلط ويأثر، لان البط نفسه وحش على الفراخ وعلى الرومي. بس انا حاليا مضطريه لحد بس ما اظبط مكان. عايزه اقول لكم بقى ان الجو، شايفين بقى بصراحه حبيبي مصطفى، الجو جميل جدا. انا كنت بقعد في المكان ده كنت احس ان الدنيا ايه، بموت مش عارفه اتنفس. لكن دلوقتي ما شاء الله الجو حلو قوي. والفترة دي بقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يصلح حال الجميع. الفترة دي حلوة قوي في التربية. الحقوا بقى، هاتوا قبل الايام الجاية الاسعار هتزيد بزيادة عشان خاطر المواسم زي ما قلت لكم. يعني انتوا هتدخلوا على مواسم كتير بإذن الله رب العالمين. يا ربنا يا رب يجعلها أيام سعيدة وكلها راحة بال بإذن الله رب العالمين. عايزة اقول لكم بقى ان انا النهاردة في ناس بترمي حاجات اساسية من البيت لكنها مفيدة جدا. الحاجة دي اللي انت في غنى عنها طيورك محتاجاها. بس انا عايزة اقولك حاولي اليومين دول تدي تحصينات. اقولك ليه؟ عشان تغيير الجو يا جماعة. تغيير الجو ده برضو، يعني انت عارفة لما الجو بيبقى من الحر اللي بيبقى كده، دي بتبقى توقيت في ميكروبات كتير برضو. خلي بالكوا، اصل في الناس بتفكر ان الحر مشي فخلاص الدنيا راقت. لا، لازم برضو تدي تحصيناتك، تحطي بصلك مضادات الحيوية. بصي انا عايزه اقرب لك بس الكاميرا على وش الرومية وهي بعيده كده. بصي اهي، بصي اهي، انا بقرب لك عليها اكتر اهي. هي رفعت دماغها. بصي، بصي بقى. اللي كانوا بيقولوا لي ايه، ان ده انا كل يوم بعصر فيها وزي ما هي اهي. بصوا دي نشفت خالص خالص، دي فاضل لها تكه بسيطه اهي. بالصلاه يا حبيبي المصطفى، قدامكم قدامكم. ده بفضل الله ثم المضاد الحيوي. انا اديت فيلوموكس زي ما انتوا عارفين، وفي ناس عاتبتني، حتى المهندس عاتبني ليه تعملي كده. قلت لا، اجيب من الاخر يعني انا ايه، هجيب علاج من الاخر وزي ما ترسي بقى ايه. المهم اعمل التجربة دي، وبفضل الله سبحان الله ان النتيجة طلعت هايلة جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. وان الرومي راق. انا خلصت شريط مضاد حيوي، بس هو بصراحة طلع كمان أوفر من الأدوية البيطرية، عشان برضو نبقى متفقين إن الأدوية البيطرية غالية جدا جدا. يعني حاولوا تخفضوها شوية عشان تبقى حاجة سهلة في متناول الناس. اللي أنا بقى جاي أقولك عليه واللي انتي بترميه، والراجل بيفوت في الشارع ويقولك الكيلو ب35 جنيه، 35 جنيه. طب هو لو ما كانش فيه الخير، الحاجة اللي انتي هترميها أو هتبيعيها، هل هو كان هيشتريها منك؟ اعرفي بقى ان هم هياخدوها ويعملوا فيها اعادة تصنيع لحاجة معينة، هيستخدموها مثلا. على فكرة في اعشاب بيحطوا فيها الزيوت دي. ده بقى الزيوت ده ايش؟ طيب إيش شايفة الحبة دول؟ الراجل كان ممكن خدهم مني بفلوس. وبالاخص بقى يعللك السعي لو زيت سمك، يحب قوي هو زيت السمك. اقول لك ليه؟ لان الزفارة يا جماعة لما هو هيخلطها مع العليقة او هيخلطوها مع انواع معينة هم بيصنعوها من الاعلاف، اعرفي ان العليقة دي الطير هيسحب فيها اكتر. ليه؟ لان الطير يحب الحاجة الزفرة. الحاجة الزفرة بتشجعه على الاكل اكتر، ففي الحالة دي يكبر معاكي اكتر. هو ده بقى اللي جاي اقول لك عليه. الحاجة اللي انت بترميها مفيدة جدا لحاجات تانية. اوعي ترمي حاجة، حتى قشر الليمون الفايدة نفسها في القشر نفسه. يعني المية فيها فايدة،
لكن الفايدة الأعلى في القشر نفسه بتاع الليمون، بيقي من أمراض كتيرة جدا وأمراض خطيرة. طب لما أحطه للطيور الضعيفة دي هتعمل إيه؟ انت عارفة إن قشر التوم نفسه، القشر بيقي من امراض سرطانيه لينا احنا كمان كبني ادمين. يعني يقولك ما ترميهوش، حطيه في الشوربه. في ناس لما تقولي لها كده تستهتر في الكلام وتقولك انت بتتكلمي كلام عبيط، بس والله قشر التوم فيه فوائد رهيبه جدا، زي قشر الكوسه وقشر الجزر. القشور دي فيها فيتامينات عاليه جدا ومفيدة جدا لصحة الإنسان. بالك انت لما تحطي الحاجات دي للطيور الضعيفة دي تفيدها ولا ما تفيدهاش؟ ده بقى اللي كنت جاي أقول لكم عليه، إن اوعي ترمي حاجة الراجل يضحك عليك ويقول لك كيلو ب35 جنيه، قولي له شكرا هات انت الكيلو ب40 جنيه، لأنك انت هتستفيدي لما تحطي له طيورك. مغذي جدا. خلي بالك ان الزيوت دي هي خطر علينا احنا لما نقليها اكتر من مرتين، لما تقلي فيها الحاجة اكتر من مرتين، لكن مفيدة قوي بقى للطيور ومغذية. شفتي بقى؟ يعني بصي هي ضرر لينا احنا لو غليناها اكتر من مرتين، لكنها مفيدة ليهم هما. فعشان كده جاية اقولك اوعي ترمي حاجة. الحاجة اللي انت شايفة ملهاش لازمة ليكي طيورك اولى بيها. قشر بصل، قشر توم، قشر بانجا. ده البانجا ده خطير خطير، لما في ناس بتجيبه وتفرمه وتقشره رغم ان الفايدة في قشره. قشر البانجا رهيب لو قطعتيه وحطيتيه حتت على العليقة. قشر البصل، بلاش يا ستي تجيبي بصلاية صحيحة وتكلفي نفسك. القشر اللي انت بترميه كل يوم، احنا بنعمل بصل كل يوم بلا استثناء، يعني كل يوم قطعيه صغير وحطيه في للطيور بتاعتك. قشر الليمون، قشر البرتقال، قشر الموز، في فوائد رهيبة وفيتامينات عالية جدا 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 لجميع الطيور، حتى قشر المانجا. شفتي بقى؟ لو انا عملت مرة قبل كده على قشر المانجا، لو اقولك ان فيها فوائد عالية جدا للطيور ورفع المناعة. عايزة اقولك اوعي ترمي حاجة، الحاجة اللي ترميها طيورك اولى بيها. اتمنى يا رب ان انتوا جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة عشان ما اطولش عليكم، ونكمل بقى في فيديو تاني ان شاء الله. سيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.